شكرا على الإبلاغ. سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. التوفيق يكشف أسباب ارتفاع تكلفة الحج. عبد الصمد ديشان نشر في هوية بريس يوم 12 من نوفمبر 2022. هوية بريس. متابعة قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق بخصوص ارتفاع تكلفة الحج أن السبب راجع إلى الزيادة في الرسوم الجديدة. جاء ذلك ضمن جوابه على تدخلات البرلمانيين خلال جلسة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الثلاثاء الماضي بلجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج. وأكد التوفيق في ذات الجلسة على مواصلة تجويد الخدمات المقدمة للحجاج المغاربة. قر هنا لقراءة الخبر من مصدره مواضيع ذات صلة. التوفيق لا يجوز شرعا أن تنفق الوزارة على الحجاج وأسعار الحج ارتفعت فقط ب 3665 درهما. التوفيق أنا أتحفظ على مصطلح الدبلوماسية الدينية، هكذا رد التوفيق على منتقديه بخصوص الزيادة في مصاريف الحج. مواطنون يتساءلون رحلة إلى إسطنبول ب 3250 درهما ورحلة الحج 50,000 درهم. لماذا هذا الارتفاع المهول؟ برلمانيون يفتحون النار على وزير الأوقاف.